صباح الخيرات. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. في فيديو فك شفرة علاقتنا بالأكل لتكوين علاقة ناجحة، اتكلمنا عن ازاي نحافظ على وزننا ونكون علاقة صحية مع الأكل، وإننا نشغل مخنا قبل ما ناكل ونشوف ايه السبب في رغبتنا إننا ناكل في وقت معين. لو عاوزين تعرفوا ايه هي انواع الجوع التلاتة، ممكن تشوفوا الفيديو تتعرفوا على معلومات اكتر عن علاقتنا بالاكل. اتكلمت كمان عن اننا نبقى واقعيين واحنا بنخس، وان في اوقات بتبقى في عادات ومناسبات اجتماعية ودينية بتفرض علينا كلنا اكل فيه سعرات حرارية كتير. طيب نعمل ايه في الحالة دي؟ في حلين: يا إما ناكل كمية صغيرة جدا، أو نطبخ الأكل بطريقة تقلل السعرات الحرارية وفي نفس الوقت يكون الأكل طعمه حلو. علشان كده والنهاردة وبمناسبة إننا في رمضان وموسم أعياد مسلمين ومسيحيين، أنا هعمل محشي بطريقة صحية بأقل سعرات حرارية وفي نفس الوقت بطعم لذيذ. طريقة المحشي دي أنا أخدتها من مطابخ عربية مختلفة، وراعيت إنه أستخدم أقل كمية من المادة الدهنية، وكمان تكون الطريقة سهلة علشان لو طلبة لسه صغيرين بيتعلموا الطبخ وعايزين ياكلوا محشي ممكن يعملوه. السر النهاردة في الخلطة اللي هنحشي بيها، وأنا حشيت كوسة وفلفل أخضر رومي، بس ممكن تحشوا بنفس الخلطة أي خضار تاني زي الكرنب أو ورق العنب أو بتنجان أو بصل أو طماطم. المقادير لكيلو كوسة وكيلو فلفل رومي محشي: الخلطة بصلة كبيرة وربطة كزبرة و3-4 عيدان نعناع أخضر، وممكن نستخدم بداله معلقة نعناع مجفف أو ناشف، ورز مصري منقوع كوباية منقوع لمدة ساعة، وقورت الكوسة ونضفت الفلفل واحتفظت بقلب الكوسة علشان أضيف الجزء المخروط المنتظم منه متقطع على الرز، والباقي هحطه في قلب في قعر الحلة. هنا أنا حطيت في قعر الحلة شرايح بصل وفوقها طماطم وقلب الكوسة زي ما انتوا شايفين. فرمت البصلة والكزبرة مع النعناع، وده قلب الكوسة متقطع صغير. نضيف البصل المفروم والخضرة المتقطعة وقلب الكوسة المتقطعين على الرز. كمية الخضرة بتبقى على حسب الرغبة، في ناس بتحب الخضرة كتير في الرز وفي ناس ما بتحبش الخضرة كتير. وهنضيف 200 جرام لحمة مفرومة، وملح حسب الرغبة. أنا ضفت هنا معلقة كبيرة ملح، وفلفل أسود، ودبس رمان حوالي معلقتين، ونص معلقة قرفة مطحونة، ومعلقة كمون مطحون، ومعلقة بابريكا، وعصير نص ليمونة كبيرة، وبنخلط. وهنضيف عليهم عصير الطماطم، برضو بيبقى على حسب الرغبة، في ناس بتحب الرز بيبقى أحمر، في ناس مش بتحبه أحمر قوي. وضفت الشبت، أنا كنت مجمدة الشبت مفروم في الفريزر.
وخلوا بالكوا إنه في ناس بتقول إنه لازم نستخدم بقدونس مش كزبرة، وطبعا مع الشبت. ده بيبقى برضو الخضرة على حسب الرغبة. وبعد ما نخلط المكونات هنحشي الفلفل والكوسة. بس مش هنملى الفلفلاية والكوساية جامد، مش هنضغط على الرز علشان يبقى يستوي. ونسيب جزء فاضي فوق. بعد ما خلصت حشو هسوي المحشي. هضيف شوربة فيها عصير طماطم. أنا هنا استخدمت شوربة فراخ. ولو تلاحظوا أنا عملت كل المكونات المحشي ني في ني، ما سبكتش لا البصل ولا الطماطم عشان يبقى أخف وأقل في المادة الدهنية. الأول هخلي النار عالية جدا حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، بس بعد كده بوطي شوية. بعد حوالي 35 دقيقة المية بدأت تنشف والمحشي بدأ يستوي. ممكن بتدوقوا الرز اللي بيبقى جوه الفلفل وتشوفوا إذا كان استوى بنفسكم. وبالهنا والشفا مقدما للي هيجرب الطريقة دي. اكتبولي في التعليقات ايه نوع المحشي المفضل عندكم. لو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك، ولو المحتوى مفيد لكم اشتركوا في القناة. شكرا وإلى اللقاء.